ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سهام. للناس اللي في امريكا تعالى اوريكم نوع حلو فسيخ بجيبه من المحل العربي، بيكون طعمه حلو جدا. وتعالوا ننضفه مع بعضينا، وهقولكوا على طريقة حلوة بعمله بيها، وكمان هقولكوا على طريقة حلوة ازاي تخلوا البيت ريحته حلوة بعد ريحة الفسيخ ده نوع الفسيخ اللي انا بجيبه من محل العربي هنا في امريكا. بصراحة السمكة بتبقى حلوة قوي وريحتها بتكون جميلة، وبتبقى السمكية كبيرة كده وفيها لحم كتير. تعالوا نفتحها مع بعضينا وننضفها مع بعضينا. هي شكلها بيكون زي كده بالظبط، مفيهاش الراس بتاعتها، وبتبقى حلوة جدا. يلا نمسكها بقى ننضفها مع بعضينا. هنحوش بقى الحاجات اللي من جوه دي كلها، وبالسكينة كده نبدأ نقشر القشرة اللي بتبقى من بره. بيبقى فيه قشور سمك كده من بره، ونبدأ نفتحها كويس وننضفها حلو قوي من جوه. انا بعتمد بعد كده في التنظيف على الليمون وعلى الخل. بجيب ليمون وخل وملح بحطهم عليها وبنقعها شوية، وبعد كده اغسلها حلو قوي. ما بحبش اغسلها بمية علشان ما تزفرش معايا، لكن الخل والليمون بيبقوا حلوين. بتغسليها كده وكأنك بتعقميها يعني، بتحطي لها ملح وخلاص. في ناس بقى بتعصر عليها ليمون وتبدأ تاكل فيها، لكن انا بصراحة ما بحبهاش كده. بحط شوية زيت على النار شوية حلوين كده في طاسة، وابدأ احط السمكة بتاعتي. بحب احمرها جدا بالطريقة دي. في طريقة تانية برضو بعملها، بحطها في دقيق زي ما اكون هعملها زي السمك، وبحطها في الزيت. برضو طعمها بيكون حلو قوي، وبتكون مقرمشة كمان من بره. ببدأ احمرها لحد ما تطيب معايا وتبقى بالشكل الحلو ده. بصراحة طعمها فعلا بيكون تحفة. عيش بقى وليمون وتعصري بقى وتشتغلي وتاكلي. احلى اكلة بجد بموت فيها. نعصر بقى الليمون بتاعنا ونبدأ ناكل. احلى حاجة كمان لما تاخدي لقمة كده حلوة بالفسيخ وتحطيها على الزيت، بتبقى تحفة. تعالوا بقى اقولكوا ازاي نتخلص من الريحة المزعجة اللي بتكون في البيت بعد الفسيخ او السمك. بحط حلة على النار او كسرولة فيها شوية مية، وبمسك بقى باكو فانيليا واحطه في المية دي. الطريقة دي حلوة جدا جدا، بتخلي ريحة البيت حلوة جدا، كلها فانيليا، وبتتخلصي من الريحة بتاعة الفسيخ او السمك. زي ما انتوا شايفين بتبدأ تعمل زي بخار كده. البخار ده بيملى الشقة كلها وريحة البيت بتبقى حلوة جدا. حاجة كمان بعملها، بولع شمعة زي ما انتوا شايفين علشان ريحة البيت تبقى حلوة. لو عندكم بقى بخور تقدروا ان انتوا تستخدموه. في بخور حلو قوي انا جبته هنا من امريكا، عامله لكم فيديو عليه هنزله لكم قريب.